هو إيه موضوع فوز الزمالك على الأهلي 6-0 ده؟ تعالَ يا صديقي أمّا أحكي لك. سنة 1943 تيجي دعوة للنادي الأهلي إنه يروح يلعب 3 ماتشات في فلسطين دعمًا لثورته ضد الاحتلال البريطاني، هجرة اللي ما يتسموش إلى الأراضي الفلسطينية. وطبعًا يوافق النادي الأهلي على طول بما إنه متأسس أصلًا للنضال وإنه نادي وطني. راح النادي الأهلي باعت لاتحاد الكورة عشان ياخد الموافقة على السفر، وطبعًا وقتها رئيس اتحاد الكورة كان محمد حيدر باشا وهو نفسه كان رئيس نادي الزمالك. وطبعًا حيدر باشا وقتها ما رضاش يخلّي الأهلي يسافر، راح فؤاد باشا سراج الدين رئيس النادي الأهلي، راح باعت لوزارة الشؤون الاجتماعية بما إنها كانت مسؤولة عن الرياضة في الوقت ده، راحت رادة بالموافقة على طول عشان ما فيش أي مشكلة أصلًا في السفر. وطبعًا حيدر باشا لمّا عرض بالموافقة دي، قال لو اللعيبة دي سافرت فأنا هاشطبهم كلّهم من الاتحاد. راح فؤاد باشا مطنّش كلامه ومصفّر اللعيبة، وبدل ما كانوا هيلعبوا 3 ماتشات لعبهم 5 ماتشات. ولمّا النادي الأهلي رجع لقى فعلًا ال14 لاعب موقوف، وكمان النادي موقوف شهر. وطبعًا وقتها أول ما الجماهير عرفت بالموضوع، راحت نازلة عاملة مظاهرات وشايلة اللعيبة على كتفها وقعدت تقول يسقط الاتحاد ويسقط على رأسهم حيدر باشا. وقتها الموضوع كبر جدًا وتدخّل الملك فاروق بنفسه، وقال لهم خلّصوا الموضوع ده بالحب وخلّصونا من المظاهرات اللي شغالة دي. راحوا قاعدين سوا وطبعًا تم إلغاء شطب ال14 لاعب، الأهلي خلاص قال أنا هاكمّل المسابقة عادي. ولكن حيدر باشا فضل مصمم إن ال14 لاعب دُولة ما يلعبوش ماتش الزمالك الجاي في كاس الملك. يعني هو كان عامل كل ده علشان الماتش بتاع الأهلي والزمالك ده؟ الله أعلم، بس باينة أهي الصراحة. وفعلًا الماتش بدأ من غير ال14 لاعب دول، وفاز النادي الزمالك على الأهلي 6-0. وييجي في الآخر الزملكاوية يقولوا لنا إن إحنا نادي مدوّل. بُص يا عم، سلام.